السلام عليكم خواتاتي، نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وانتم بصحه جيده. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد البطبوط اللي كيجي زوين وما فيهش مقادير كثيره. بسم الله على بركه الله. ننتقلوا للمقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا كيلو ديال الفرص من النوعيه الجيده اللي غربلته من قبل، وغادي نزيد عليه كاس ديال الفينو. انا غادي نغربلو حتى هو. غادي نزيد عليه واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال السكر حبيبات، ومعلقه كبيره درت هنايا معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز كما كتشوفوا، تكون المعلقه عامره مزيان صافي. وعندي هنايا ضامن السوس، غادي ندير واحد 3 ديال المعالق كبارين. صافي. وعندي هنايا الماء دافي باش غادي نعجن. صافي البنات، ديال العجينه ديالي من بعد ما جمعتها هذا هو القوام، هكا كتجي يعني واخا طريه ما كتلصقش يعني باليد بزاف. صافي انا غير غادي نجمعها وصافي ما غاديش ندلكها. صافي البنات، دابا ان شاء الله غادي نديرها في الاناء باش غنخليها تخمر تقريبا واحد 25 دقيقه ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البنات، من بعد ما خمرت ليا العجينه كما كتشوفوا تضاعف الحجم ديالها، خليتها خمرت مزيان. صافي دابا غادي نفرغ منها هذا الهواء. باش غادي نشكلها ان شاء الله معكم. وبالنسبه يعني الكويرات يعني ديروهم غير الصغار الا كنتو بغيتوهم صغارين ولا متوسطين ولا كبار على حسب اللي بغيتو. فالبنات، من بعد ما كملت التشكيل كما لاحظتوا دابا ان شاء الله غادي نديرهم في هذا البلاطو وغادي نخليهم حتى يخمروا وتضاعف الحجم ديالهم باش يسهلوا عليا نقرصهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا. صافي انا دابا ان شاء الله غادي نخليهم كما قلت لكم يخمروا وتضاعف الحجم ديالهم. غادي نديهم بواحد البلاستيكه صافي واحد المنديل ونخليهم يخمروا على خاطرهم. صافي البنات، من بعد ما خمر ليا البطبوط ديالي كما كتشوفوا تضاعف الحجم ديالو. عندي هنا واحد الكميه ديال الفينو، غادي نرش واحد شويه. صافي البنات، من بعد ما كملت التشكيل ديال البطبوط ديالي يعني مباشره غادي نطيبو. انا غير غادي نغطيه على ما نسخن ان شاء الله المقله باش نطيبوه مباشره بلا ما تخليو لا تغيير خمر لا والو. صافي البنات، من بعد ما سخنات ليا المقله كما كتشوفوا دابا مباشره غادي نبقى نطيب كما قلت لكم. راه ما غاديش نخليه يخمر. صافي وما تخليوش تتكون له ديك الفقاعات، يعني قبل ما يطلعوا ديك الفقاعات غادي نقلبوه ان شاء الله باش يتنفخ معانا.
شوفوا ما شاء الله البنات، يعني كلها منفوخه كما كتشوفوا، كلها خاويه من داخل ما شاء الله. غير تبعوا النصائح اللي عطيتكم وان شاء الله غينجح معكم. انا غادي نطيب عاوتاني وحده اخرى، وغادي نمسح المقله ديالي هي الاولى. انا غادي نطيب عاوتاني وحده اخرى ان شاء الله معكم. والمقله ديما بقاو تمسحوها الا استعملتوا الفينو باش ما يبقاش يتحرق ليكم. هذا هو البطبوطه البنات من بعد ما كملت الطياب ديالو. ما شاء الله كيجي زوين بزاف، وكنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. شوفوا كي داير كله مفشفش. انا غادي نفتح معكم وحده باش تشوفوها، راه مازال سخونه. شوفوا الفوار ديالها كي طالع، شوفوا البنات كله مجعب يعني، وراه ما دلكتو ما والو، راه كل شيء معكم في الفيديو. يعني شوفوا الفيديو من الاول حتى للتالي. شوفوا ما شاء الله، يعني الا بغيتو دهنوه بالزبده ولا عسيله كيجي زوين، لا مع اتاي لا مع القهوه. وهذه ديك الصغيره يعني باش نقول لكم بان كله ما شاء الله تفتح، يعني ماشي غير وحده ولا جوج، كله. وبالنسبه للاخوات اللي اول مره كيشوفوا القناه ديالي، ما ينساوش الاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلهم كل ما هو جديد القناه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.